يا راجل انت هتلعب اثيوبيا. الطم. طب ما اثيوبيا عملت ايه معاك في الماتش؟ قلبك جامد، خلي قلبك ميت وجرب لعيبه من قناه كوره اونلاين. دلوقتي هنجيب كلام رضا عبد العال او تعليق رضا عبد العال على الاهلي ازاي مش عايز يودي الاربعه بتوعه المنتخب. ومحمد فاروق، انا معرفش محمد فاروق ده اهلاوي ولا لعب في الاهلي ولا في ريحه الاهلي فيه، انا معرفش. نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. صلاح منتخب مصر عنده ماتش مع اثيوبيا يوم 8. ما يجيش. ما يجيش؟ بس هو جاي. ماشي، بس هو ما يجيش لان في اهتمام من الراجل ان الماتش ده نكسبه عشان حبيب قلبي احنا كده وصلنا. ماشي، بس هو راجل برضه ما تدي فرصه لواحد تاني. ما هو صلاح خلاص بقيمته والكلام ده سيبه في الدوري الانجليزي دلوقتي. الكلام ده لو انت محتاج الماتش، انت محتاج الماتش. بس محتاج الفرق تبقى مع بعض. يا راجل انت هتلعب اثيوبيا. الطم. طب ما اثيوبيا عملت ايه معاك في الماتش الاولاني؟ ما عشان مين اللي كان ماسك؟ يا راجل بقى ما تخليه، خلي الطبق مستور. اسمع الكلام. انت دلوقتي خلي كوادر جديده وتعمل صف تاني في الماتشات دي. ادي فرصه للناس دي، لا تجيب مرموش ولا تجيب صلاح ولا مش محترفين خالص. لا يعني اللي هم ايه سد خانه. ويا ريت ما يجوا، يا هو ما فيش الا صلاح. انا من وجهه نظر صلاح لو مش هيجي يبقى خلاص كله ما يجيش، وادي فرصه للناس دي. يعني نشوف زيزو بقى ونشوف مصطفى فتحي ونشوف الرجاله دي. الناس دي هتاخد امتى فرصه؟ تمام. اصل ماتش انا مش محتاجه، انا وصلت. هتقول لي بقى ان احنا والله العظيم اللعيبه دي هتكسر الدنيا اللي انا بقول لك عليها دي. وهتخلي في روح وفي اصرار وهتروح وهتعمل كوره جميله جدا. طب انت كده بتوديني ان الاهلي عنده حق بقى في ان لعيبته تفضل معاه لغايه ماتش السوبر. لا والاهلي ليه؟ انا بقول لك ان انت المحترفين ولاعيبه الاهلي محترفه بره. لا انا بكلمك في منطق تاني بقى. منطق ايه ده؟ انت لسه بعدها باسبوع. ماشي، يعني انت مش موافق على الخطاب بتاع النادي الاهلي ورؤيته؟ لا طبعا، ده منتخب مصر يلعبه. او لو انا بكلمك على المحترفين اللي بره. ادي فرصه بقى للعيبه الاهلي. ما هو المنطق عندك انك انت وصلت فانت مش محتاج الماتش، فالعب بقى باي حد. ما هو ده المنطق. يعني لو انت لا ما تدخلهاش دي ليه؟ ازاي؟ ما تدخلش دي. يعني انت مثلا، انت دلوقتي مثلا لو جبت صلاح وجبت مرموش هيلعبوا على مين؟ هم هيلعبوا. ايوه هيلعبوا على اي حد. طب ما ندي فرصه نشوف مصطفى فتحي ونشوف حسين الشحات. مش حسين موجود؟ لسه يوم الثلاث هيقول يعني اكيد هيبقى موجود. احمد عبد القادر اكيد موجود. نشوف الناس دي، هل الناس دي تقدر تشيل عشان نعرف قيمه صلاح بقى كويس. يعني نسيب الملعب للناس دي عشان انما تقول لي الاهلي لسه فاضل له شهر، اسبوع بعد الماتش يوم 15. الماتش يوم 8 وفي ماتش يوم 12 كابتن، خلي بالك. لا سيبك من بتاع تونس. ماليش دعوه، ده ودي كابتن. ما هو برضه منتخب مصر محتاج ان اللعيبه تفضل مع بعضها وتلعب كذا ماتش مع بعضها. حبيب قلبي روح انت الماتش اللي هو المعسكرات قليله جدا يابا. اسمعني روح الماتش يعني لعيبه النادي الاهلي تلعب الماتش الرسمي وما تلعبش الماتش الودي. ادي برضه فرصه. هو انت الماتش بتاع تونس ده لو انت خسرته هتخرج من اي تصفيات؟ لا. ولا هو ماتش ودي؟ ماتش ودي. جرب بقى. خلي قلبك جامد، خلي قلبك ميت وجرب لعيبه عشان خلاص بقى زهقنا من لعيبه بقى بعينها. يعني عايزين نتفرج بقى على جيل جديد. وانت عندك عايزين نشوف مهند لاشين ونشوف عمر كمال ونشوف احمد عبد القادر ونشوف مصطفى فتحي ونشوف الرجاله دي. امتى الناس دي هتاخد فرصه؟ الا لما ما تجيبش المحترفين. النادي الاهلي انا معاه ان هو يوم ماتش تونس لا ما يروحش، هو يلعب الماتش الرسمي وبعد كده على الاقل يجهز، لان فاضل اسبوع. هيبقى فاضل اسبوع. فانت جهز لعيبتك في الماتش اللي هو الرسمي اللي هو بتاع اثيوبيا، وبعد كده يروحوا واقفين على رجلهم في الماتش السوبر. لان خلي بالك انت في بدايه موسم واللعيبه بتبقى عايزه ماتشات كتيره. فانت الماتش ده انا بقول لك يدي ثقه لعيبه النادي الاهلي، يرفع من معنوياتهم، يخليهم رايحين يعني اكتر تركيز من الفرقه اللي هي بتاعت الجزائر دي، اتحاد العاصمه صح؟ عنده اتحاد العاصمه. بس ومهما كان يعني النادي الاهلي مش هيبقى سهل برضه يا كابتن، ما تفتكرش. لا بس النادي الاهلي توب دلوقتي، توب افريقيا
التوب بتاع افريقيا. لا في فروق كتيره مع كل الاحترام طبعا وما تعرفش الماتش هيبقى فيه ايه صح. والدنيا هتبقى فيها بداية ايه. موسم كمان. بس انت دلوقتي بتقول لا في فرق كبير بين الاهلي طيب والاتحاد. يعني هرجع وانت لو للنقطة ما دي. خدتش البطوله دي يبقى الراجل يمشي. اه انت بقالك شهر هنا وبتعمل فتره اعداد وطالع النمسا وطالع ما اعرفش ايه والكلام ده، امال انت ايه جاي بقى؟ ده انت لو خسرت الكلام دوت لا يبقى في طيب وقفه. بخصوص النادي الاهلي، العالم هو بيتكلم مع محمد فاروق عشان خاطر الاربع لعيبه بتوع الاهلي المفروض يروحوا المنتخب. يا جماعه يا جماعه، رضا عبد العال يعني احنا قلنا زملكاوي، طب محمد فاروق ده انا مش عارف جنسيته ايه، والله العظيم ما عارف جنسيته ايه. اللعيبه كده الناس التانية بتطلع محروره كده على النادي بتاعها، حتى لو كانوا مذيعين زي ميدو، زي حازم امام لما كان بيطلع في البرامج بتاعه، زي خالد الغندور، زي اما ده سبحان الله، ما لو ما كانش كده ما كانش اشتغل في الاعلام. يعني لو ما كانش كده ان هو ما بيدافعش عن الاهلي وما بيتكلمش عن الاهلي وي 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 ما كانش اشتغل في الاعلام. بس هو عشان ساكت وبيهاجم الاهلي وبيجي مع الناس على الاهلي، عشان كده هو بيشتغل في الاعلام. وما تنسوش معنا اللايك والاشتراك، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.